لو انت طالب خلصت ثانوية عامة او تعرف طالب خلص ثانوية عامة ومقدم على اولى كلية، الفيديو ده عشانك. اهلا بيكم كل متابعي قناة سكر جوه، يا رب تكونوا بخير وسعادة دايما. لكل ولادنا خريج الثانوية العامة الف الف مبروك النجاح، ويلا نقدم في مكتب التنسيق وعلى الرغبات وهنشوف هنقدم كليات ايه. وجوايا 100 سؤال كطالب ثانوية عامة عاوز حد يرد عليا سؤال سؤال. جايبالك النهاردة أشهر أسئلة بيسألها طلاب الثانوية العامة وعاوزين لها إجابات محددة. أولا، هدخل كلية إيه بتشتغل، وكلية إيه اللي سوقها شغال وأعرف أشتغل منها؟ الإجابة على السؤال ده الكلية طبعا هتختارها على حسب مجموعك، ده أكيد. طيب أنا عندي مجموعي يسمح بكذا كلية، أختار منهم إيه اللي بيشتغل؟ هو الحقيقة مفيش كلية بعينها بتشتغل وكلية بعينها ما بتشتغلش. بجد إزاي؟ أنا هعمل إيه بطالب هندسة خريج مقبول أو جاي مقبول بالعافية؟ هشغله إيه؟ هو أصلا ما كانش عارف يمشي في الكلية. معايا طالب خريج تجارة بتقدير جيد جدا أو تقدير امتياز، لو نزل اتدرب في بنك خاص أو بنك حكومة في الأجازات بتاعة الكلية، كان مجتهد جدا في الكلية وكان مجتهد جدا في المذاكرة. بعد كده هيقدم السي في بتاعه: يا جماعة أنا اتخرجت من كلية وكنت بتدرب معاكم أو بتدرب في بنك كذا وكذا سنة كذا وكذا وكذا، وأنا معايا خبرة تدريب 3-4 سنين اللي هم أجازات الكلية. تفتكروا هيبدوا مين عن مين؟ طبعا اللي كان معاه تدريب وشاطر وخد بكالوريوس بتقدير امتياز أو جيد جدا. مفيش كلية صاحبها ده واثق انه هيشتغل وكلية صاحبها واثق انه مش هيشتغل. حضرتك اللي بتحدد انت مين في سوق العمل. طيب ده سؤال. السؤال التاني: انا خلصت ثانوية عامة واكيد بقى مش هذاكر تاني، هم قالوا لي كده، طالما خلصت ثانوية عامة ما بقاش فيه مذاكرة تاني، هي كانت اخر مرحلة في حياتك ان انت هتذاكر في ثانوية عامة. الحقيقة دي اشاعة خاطئة، وكل اللي قال لابنه كده ربنا يسامحه. ولادنا بيجيلهم صدمة بعد ما بيدخلوا أولى كلية، كم المذاكرة اللي مطلوب منه علشان يبقى خريج كواليفايد معاه شهادة ليها قيمة علمية وأكاديمية، معاه معلومات تسمح له يشتغل وينافس في سوق العمل. الحقيقة انت ثانوية عامة دي بالنسبة لك هتبقى كلام فاضي، وان انت هتشتغل وهتذاكر وهتاخد كورسات ولغات وكمبيوتر وهتبذل مجهود مضاعف، وهترجع بالذاكرة لورا وتقول يا ده الثانوية دي كانت سهلة وانا اللي كنت بستعبط. تفتكر كده؟ عشان كده كل ام واب ما تقولش لابنك ذاكر السنة دي عشان ترتاح في سقف الكلية. لا، الحقيقة انت هتذاكر السنة دي وهتذاكر في الكلية وهتفضل تذاكر طول عمرك، علشان احنا في سوق عمل مفتوح عالمي بننافس على اعلى مستوى، عشان يبقى ليا سعر وليا قيمة. ايه اللي بيخلي مهندس الساعة بتاعته بكذا ومهندس تاني ما بيشتغلش وقاعد في بيتهم؟ قيمته العلمية اللي بتحددها الشهادة بتقدير بتحددها معلوماته، بتحددها خبراته في سوق العمل، اشتغل في كذا مشروع ومعاه خبرة في كذا شركة ويقدر تقدر تستشيره ويعرف يرد عليك. كل ده ببلاش؟ لا، كل ده سنين مذاكرة وسهر ومذاكرة وكورسات ومعلومات. يعني مفيش حاجة اسمها هستريح في الكلية، مفيش حاجة اسمها هستريح اصلا. تالت حاجة، انا دخلت الكلية الف مبروك، فطالب سنة اولى بيبقى مضطر يشوف طالب سنة رابعة او تالتة عشان يسمع منه معلومات: إيه المدرجات منين، الدكاترة فين، يعني ايه جدول محاضرات، ويعني ايه محاضرة، والدكتور ده شكله ايه، والدكتور ده هيعمل ايه. بص يا ابني، الدكتور الفلاني اللي طلع عليه اشاعة ان هو بيسقط الطلبة، مهما ذاكرت الدكتور ده مفتري وهتسقط. هل يعني انت فاكر ان ربنا هيضيع تعبك؟ الله ليس بظالم. انت اشتغل، احضر محاضرتك، هتروح تقرا المحاضرة مرة واتنين، وبعدين مطلوب منك تكليف هتعمله، مطلوب منك شيت هتحله،
مطلوب منك كتاب هتشتريه، مطلوب منك مشروع هتعمله، وتأكد ان مجهودك وتعبك ربنا العادل شايفه. دكتور بينه وبينك ايه؟ يعرفك منين الا اذا كنت انت عامل شغب وعامل مشاكل مع الدكتور بنفسه، يبقى ده اكيد هيحطك في دماغه طبعا. لكن انت طالب عادي وسط مجموعة طلبة، محدش يعرفك، مفيش الدكتور بينك وبينه ورث قديم يعني عشان يحطك في دماغه. خلاص بقى هتذاكر هتلاقي. انما اللي بيحصل ان الطلبة بتيجي تستنصح وتقول ايه بقى، ده انا هلم المادة قبل الامتحان باسبوع. مين يعني انت عشان تلم؟ انت مثلا زويل في نفسك يعني هتلم المادة قبلها باسبوع؟ اينشتاين الجيل انت؟ مادة ايه يا ابني اللي هتلمها في اسبوع ومتوقع تجيب فيها تقدير ايه؟ اصل انا شلت 9 مواد عشان الدكتور دكتور مفتري فانت شايل 9 مواد وهو الدكتور اللي وحش. لا، ما الدكتور وحش فانت هتشيل مادته، لكن ما تشيلش 9 مواد في ترم او 9 مواد في السنة، صح؟ يبقى مش الدكتور بقى اللي وحش. اصلا انا ما كنتش يعني بذاكر قوي. هو حضرتك وراك حاجة تاني غير المذاكرة؟ وراك مثلا بيت وزوج وزوجة وعيال ومطبخ؟ وراكوا ايه؟ ايه اللي وراك ان انت ما تذاكرش؟ ايه وراك ان انت ما تحضرش محاضرتك؟ دي مش رفاهية. انا داخل الكلية يا قاتل يا مقتول عشان اجيب تقدير. هما 4 5 سنين، وبالنسبة لطب 7 6 بسنة الامتياز. انا قاتل يا مقتول. هما كام سنة وهيعدوا، هيعدوا، بس التقدير هيفضل معايا لحد ما اموت. السنين هتعدي، بس انا لو معرفتش يبقى معايا معلومات وقيمة أكاديمية، مش هيبقى ليا سعر في سوق العمل، وهقعد في البيت بالشهادة، او هضطر اعمل كارير شيفت وابتدي من جديد في مجال تاني واضيع سنين من عمري على الفاضي. ليه؟ احد علامات اكرامك وبرك لوالديك ان هم يشوفوا ثمرة عمرهم فيك وفي نجاحك. كونك ان انت ماسك الكتاب وبتاكله وقاتل يا مقتول في المادة واجيب تقدير امتياز او تقدير جيد جدا عشان افرح ابويا وامي، ده بر واكرام لوالديك، الله هيجازيك عنه خير. كون ان انت بتقول لابوك وامك تعبك او تعبك انا مقدره هقولها له ازاي؟ بنجاحي، بتفوقي، بالشهاده بالامتياز او جيد جدا، واروح له اقول له انا تعبت وبذلت مجهود ومقدر تعبك معايا. مفيش حاجه اسمها اروح اقعد على الكافتيريا، مفيش حاجه اسمها اصل احنا عاملين يعني خروجه مع اصحابنا النهارده تعارف ولا معرفش ايه، خروجه اخر الترم ولا اول الترم. انا رايح الكليه هقعد يا اما في المكتبه يا اما في المحاضره، مفيش هروح عشان اشوف اللي ورايا، مذاكره، شيت، تكليف، مشروع، مراجعه. الدكتور غاب النهارده بركه، هراجع بقى مادته من الاول، اشوف ايه اللي مطلوب مني واعمله، استزيد. مكتبة قدامك مفتوحة، بنك المعرفة المصري مفتوح، العلم قدامك متاح، استزيد من المعلومات عشان يبقى ليك قيمة في سوق العمل. تاكل الكتاب أكل. يعني ايه أعيد السنة؟ سنة من عمرك هتضيعها عشان تعيد ايه؟ امال انت كنت فين في السنة دي؟ امال انت كنت فين والكتاب قدامك؟ فرصة كبيرة وعظيمة ان انت بتذاكر في عز ابوك وامك، في يعني في عزهم هم اللي بيصرفوا. بعد كده لو حاولت بقى تكمل دراسات عليا هتلاقي نفسك انت اللي بتشتغل وانت اللي بتصرف وانت اللي بتذاكر. هتلاقي نفسك مطلوب منك مجهود مضاعف في غيرك بيقوم بيه دلوقتي. استثمره، استغل وجود ابوك وعزه وفلوسه، وذاكر وانجح واجتهد. اشتري الكتب، اعمل المشاريع المطلوبة منك، التكليفات المطلوبة منك. انا اقعد اهزر مع اصحابي في الكلية ولا اهزر مع اصحابي على الكافتيريا ولا اطلع رحلة واخر الترم يعني احزن ابويا وامي؟ ليه هتستفيد ايه؟ اما اكون انا شاطر هفرح اهلي، هيبقوا واثقين فيا وكمان فرحانين بثمرة عمرهم. عارف يعني ايه سنة تضيع من عمرك؟ دي كلمة كبيرة قوي قوي قوي. عشان انت صغير في العشرينات واوائل العشرينات فانت مش مدرك الكلمة دي معناها ايه. سنة تضيع من عمرك دي كلمة غالية قوي قوي، مش هتدرك قيمتها غير قدام وانت في الاربعينات والخمسينات، تعرف ان انت كنت تقول يا ده انا كنت مستهتر. طب ليه نحزن؟ ليه
ونبكي حيث لا ينفع الندم. ليه؟ ما دلوقتي ايه القيمة اللي بتقدمها النصيحة؟ انها بتختصر عليك سنوات من الخبرة، وبتختصر عليك سنوات من مرارة الفشل. في ناس جايين لك من المستقبل بيقولوا لك ذاكر وكافح واشتغل واجتهد، نسمع كلامهم. طيب، هل انت بتقول كطالب ثانوية عامة أصل المواد مختلفة ونظامها مختلف عن ثانوي؟ ده طبيعي لأنها مرحلة جديدة. لما أكون داخل سنة أولى أول شهر هبقى متلخبط. في ناس بتقولي أول سنة كنا متلخبط. ليه يا بابا أول سنة كنت متلخبط؟ ما هو أول شهر هتعرف النظام، هتعرف المحاضرات، هتعرف الدكاترة، هتعرف بقى كل دكتور سمعته على إيه. ده دكتور بيحب اللي يحضر له، ده دكتور بيحب اللي يكتب كتير، ده دكتور بيحب المختصر المفيد، وخلاص. كونك ان انت قعدت سنة عشان تستشف ده معناه ان انت مش مركز اصلا لا في محاضراتك ولا في دكاترتك ولا في مستقبلك من اساسه. كمان احد الاخطاء اللي بنقع فيها او اللي ولادنا بيقعوا فيها الشلالية. ما تصاحبش حد. انت مش داخل الكلية تصاحب، انت مش داخل الكلية تتعرف. احنا مش رايحين الكلية، مش اصل احنا مش رايحين نقضي وقت لطيف. ان الوقت ده مدفوع من تمن عمر ابوك وامك عشان يشوفوك ناجح. بعد شوية هم هيسيبوك ويمشوا وهتكمل حياتك. لو انت ما كنتش بادئ بأساس وأرض صلبة هتندم عمرك. لكل واحد طالب في ثانوية عامة، خريج ثانوية عامة وداخل أولى كلية جديد، ياريت تخلي بالك من النقط دي. لو انت تعرف طالب في ثانوية عامة ياريت تشير له الفيديو ده، يمكن حياته تتغير بسببك. ما توقفش الفايدة عندك، خليها تنتشر للناس كلها، يمكن حد يكون محتاج النصيحة. لو انت اول مرة تشوف قناتنا ياريت تشترك فيها وتشرفنا وتنضم لعائلتنا، وكمان شير للفيديو ولايك عشان الفيديو يوصل اكبر عدد من الناس. دمتم في نجاح ودمتم في فرحة. مع السلامة.